وعلى فكرة الأستاذ الجامعي هذا تعين في أبريل قيادي في حزب الاتحاد الدستوري، وهو حزب سياسي مغربي، واختياره كان بسبب شبكة علاقاته ونفوذه الأكاديمي. وفي أخبار بتقول أنه الحزب جمد عضويته لغاية انتهاء التحقيقات. احنا معانا من مراكش محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام. أهلا فيك معانا أستاذ محمد. هل نقدر نقول أنه هذه الحادثة يعني فريدة من نوعها، ولا سبق وصار في حالات من هذا النوع؟ أهلا وسهلا بكم وأهلا وسهلا بالمشاهدين الكرام. شكرا لكم على الاستضافة. فيما يتعلق بهذه القضية، اليوم الملف أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قسم جرائم المال العام. نريد أن نسجل بداية على أنه لابد من التأكيد على ضرورة احترام قرينة البراءة من جهة، ومن جهة ثانية لابد من التأكيد على ضرورة تمتع جميع المتهمين بغض النظر عن التهم المنسوبة إليهم بشروط المحاكمة العادلة. والملف اليوم لدى قاضي التحقيق بمعنى لا زال مطوقا بسرية التحقيق، ويصعب الخوض في هذا الملف من الناحية القانونية في انتظار أن تستجلي التحقيقات التي فتحت الحقيقة.